صباح الخير او مساء الخير حسب انتوا تسمعوني امتى. الفيديو ده مهم لاي حد ما جابش مجموع وغصب عنه اضطر ان هو يدخل كليه معينه، سواء هو دلوقتي فيها او هو لسه داخل الجامعه. انا عارفه ان الموضوع بيبقى صعب ان انت تبقى حاطط في دماغك كليه معينه. على اي حد بيبقى عايز يدخل كليه معينه وفجاه المجموع هوب ثانويه عامه خلص التنسيق مش عارفه ايه حتى ما بيبقاش عنده وقت ياخد وقته في كل الدربكه اللي حصلت دي. بيبقى صعب قوي ان انت تدخل كليه انت لا حبيبها ولا تعرف عنها حاجه ولا كانت في الحسبان. الفيديو ده مخصوص قوي 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 لاي حد داخل على جامعة ومش عارف هو يعمل ايه ومش عارف هو يتأقلم ازاي. اتمنى لو انتوا اول مرة تشوفوني اصلا تدوسوا سبسكرايب على الفيديو ده ولايك على الفيديو ده، ولو ما عجبكوش يبقى اسحبوه، ما عنديش مشكلة. طيب تعالوا ندخل في الموضوع على طول. وهو ايا كان بقى الكليه اللي انت تدخلها دي ايا كان مسماها، عندنا هنا مشكله ان احنا اصلا ما عندناش وعي. يعني حتى الكليه اللي انت فرضا كنت عايز تدخلها وكنت بتحلم بيها وكنت عايز مجموعك يجيبها وي 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 انت ما عندكش الوعي الكافي ليها. لا تعرف هما بيدخلوا ايه، لا تعرف هما بيشتغلوا في ايه، لا تعرف تخصصاتهم ايه، لا تعرف المواد بتاعتهم ايه. انت ما تعرفش اي حاجه، وممكن تكون ما تعرفش عنوان الكليه ايه اصلا. فازاي نبقى خايفين من حاجه واحنا لسه ما جربناهاش؟ انا ما بقولش ان انت لازم تبقى حاببها وان انت ما انت مجبر عليها ومجموعك جابها فغصب عنك هتبقى مش طايقها. بس انا بتكلم دلوقتي بقى احنا فوقنا من الغيبوبه وفوقنا من الالم اللي خدناه ده، لازم نفوق لروحنا بقى. فاول حاجه تعملها قبل ما تدخل الكليه، والفتره دي مناسبه جدا للموضوع ده، هو ان انت تحاول على قد ما تقدر تعرف الكليه اللي انت داخلها دي ايا كان بقى جات لك ايه. جات لك تجاره، حقوق، ألسن، جات لك ايا كان بقى انت دخلت كليه ايه ما كانتش مناسبه اللي انت عايزه. يعني انت كنت عايز تبقى دكتور ومهندس وفجاه اترميت في التجاره. انت شايف ان التجاره دي طلع عليها اللي هو اللي ملوش كليه بيدخلها واللي خليني اسالك كده سؤال، انت تعرف اصلا التجاره دي فعلا بيطلعوا منها ايه؟ بيشتغلوا في بنك صح؟ دي معلوماتنا، دي كل معلوماتنا عن تجاره. بس مع ان في ناس كتير قوي بيدخلوا تجاره ما بيدخلوش اصلا، ما بيدخلوش في بنوك ولا بيشتغلوا في بنوك ولا ده مستقبلهم اصلا. ده ممكن يعملوا شفت كارير اصلا وبيدخلوا في حاجه تانية خالص. اللي بتكلم فيه ان انت ما تعرفش اصلا انت داخل على ايه، فما ينفعش تخاف من حاجه قبل ما تجربها. انا ما بقولكش ان انت هتعشقها، بس اعرفها. يعني معلش ادي نفسك مساحه ووقت ان انت تعرف الكليه دي بشتى الطرق. يعني انا في فنون تطبيقيه وفنون جميله عندنا هنا مثلا عامله كل حاجه عن الاقسام، وبتدخلوا في الاقسام بتدرسوا ايه والمواد بتاعتها ايه، وان شاء الله في سلسله اصلا جايه عن المواد والحاجات دي كلها. زي ده كده بقول بقى مثلا بقى بتشتغلوا ايه من قسم كذا، بتعملوا ايه، بتسوي ايه. حاولت ادي المعلومات اللي انا عارفاها واللي قدرت اوصل لها. غيري في كتير قوي بقى في كل الكليات بيعملوا كده، هتلاقي معلومات كافيه. على احنا دلوقتي الموضوع بقى متاح قوي، ولو انت عرفت تشوف حد اتخرج من تجاره، اتخرج من حقوق وبيشتغل مثلا ناجح في شغله ايا كان، حاول تعرف هو اشتغل ازاي وحاول تعرف الكليه كانت بتقدم له ايه. اسال. الفترة دي فترة أسئلة واستكشاف أصلا، أنت طول الوقت بتستكشف نفسك وبتستكشف الحاجة اللي أنت داخل عليها. طيب عشان بس نختصر النقطة دي، الوعي ده هيكون في إيه؟ الوعي ده هيكون في الكلية دي موادها إيه جوه، بدرس إيه جوه، وعبارة عن إيه، مش أنا أسمع أي حد بيعقدني وخلاص. تاني حاجة، طيب أنا بعد ما بدرس ده بعرف لما أتخرج أشتغل إيه. تالت حاجة، تشوف تجارب ناس ما اشتغلتش حتى بتجارة، ما اشتغلتش بحقوق، بس اشتغلوا بعدها إيه. شفت يعني شوف الشفت كارير اللي هم عملوه ده عملوه في إيه أو اشتغلوا في إيه بعد كده. طيب 3 حاجات دول لازم تعملهم قبل ما تدخل الكليه. تاني حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، ادي نفسك فرصه. انا عارفه ان انت بتبقى متضايق وان انت مش طايق الكليه وبتبقى مش عايز تحضر المحاضرات ومش عايز تنزل وي 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 بس ادي نفسك فرصه. انا في ناس حواليا كتير كان مشكلتهم ان هم مش مدين نفسهم فرصه، ما كانوش عارفين اصلا زي ما قلت كده. بعد بقى النقطه بتاعه الوعي ده ما كانوش عندهم وعي، لما بقى عندهم وعي بقوا خايفين يدوا حتى نفسهم فرصه. يعني ايه ادي نفسي فرصه؟ يعني اكيد بعد ما انت عرفت مثلا الكليه دي موادها ايه مش عارفه ايه، ممكن حاجه تجذبك ليها، ممكن حاجه تبقى عندك فضول تعرفها، مش لازم تحبها. لما يبقى عندك فضول لحاجة امسك فيها وحاول تدوحر شوية عليها وحاول تتعلمها، حاول تحضر محاضراتها، حاول تشوف ورا المادة دي او ورا الدراسة دي ما دام في حاجة شدتك. صدقوني في ناس كتير قوي دخل الكليات، اصل احنا خلينا متفقين ان ربنا مش هيديك حاجة شر ليك، وما دام انت ربنا حطك في الحتة دي يبقى في خير ليك انت ما تعرفوش، سواء في المجال ده او في عكسه او في حتة تانية. بس يعني استغل كل الفرص اللي قدامك، كل المتاح قدامك حاول تجيبه. يا نوران انا بقى عندي وعي وفي حاجة جربتها وكل التجارب دي بقت بالفشل.
ده مش هنحكم عليه غير بعد ما ندخل الكليه. انا بس عشان عارفه ان انتوا مثلا ممكن ما ترجعوليش تاني بس انا قلت اقول كل الحاجات اللي شفتها على مدار السنين، اني اعرف اقول لكم هو ايه اللي بيحصل. في ناس بتعرف تمشي في الطريق ده وفعلا جربت ونفعت، ان هم بقى عندهم وعي كفايه، بقى عندهم حب اصلا للمجال ده وبجد حبوه واشتغلوا فيه بعد كده. طيب يا نور، انا عملت كل اللي انت عملتيه ده وجربته، مش هستسهل وادخل على النقطه الثالثه خلاص. وبرضو حاسس ان انا ده مش مكاني، حاسس ان انا تايه، حاسس ان الموضوع ده بجد لا انا مش طايقه ومش عارف هشتغل فيه ومش عارف، لا لا ده مش انا. حلو جدا، يبقى الف 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 مبروك، انت كسبت وقت كبير جدا. يعني ايه يا نور اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي انت، ده بجد انت كسبت وقت كتير قوي، لان احنا في الدراسه لو بنعمل حاجه بنحبها هنبقى كل وقتنا مكرسينه للحاجه اللي بنحبها دي، لتطويرنا فيها، فهمنا فيها ووعينا فيها، وان احنا نقدر نشتغل فيها. طب انا اصلا مش عايزه الكليه دي، فانا الوقت اللي انا بطور فيه نفسي في الكليه دي انا اصلا مش عايزه اطور، انا عايزه انجح من الاخر وخلاص كده، واخلص ال4 سنين دي واخلص. كده كده انت هتضطر تقعد ال4 سنين دول، فاقعدهم بقى وانت بتطور نفسك في حاجه تانية ايا كان المجال. شوف المجال اللي انت كنت عايز تدخله قبلها وكنت بتحبه. يعني انا لو بتكلم على اللي عندي انا في القناه، هيبقى معظمهم لو انا بيتفرجوا على الفيديو ده يبقى ان هو كانوا عايزين فنون جميله وفنون تطبيقيه وما لحقوش حاجه منهم، ولا لحقوا المعهد ولا لحقوا اي حاجه، فللاسف دخلوا كليه تانية. شوف بقى الحاجه اللي انت كنت منجذب ليها في الكليه دي، انت كنت عايز تدخل جرافيك، كنت عايز تدخل تصميم صناعي، كنت عايز تدخل ديكور، كنت عايز تدخل ايه فيهم، وشوف بقى الحاجه دي وخد لها كورسات. انا مش هقعد اقول لكم شوف شوف شوف، في منصات كتير قوي 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 دلوقتي اونلاين. ودلوقتي بتقدر، انا عارفه ان الموضوع الاونلاين ده عندنا على قد ما هو بقى دلوقتي منتشر شويه في فكره دروس اونلاين وبتاع، بس فكره ان انت تاخد كورس اونلاين لسه ما عندناش الثقافه دي، لسه ما عندناش الاستيعاب او تصديق ان الكورسات دي افكتيف وبتعمل فعلا اثر وبتعمل فعلا. ما عندناش اي قابلية ان الكورسات دي مهمة، وما عندناش قابلية ان احنا ندفع فلوس عشان كورس اونلاين. عندنا قابلية ان ممكن ندفع كورس اوفلاين. بما ان انت لو قادر تدخل تنزل كورسات اوفلاين وتروح مثلا تاخد جرافيك، تروح تاخد لغة، تروح تاخد ايا كان انت عايز تاخد ايه. دلوقتي كل الحاجات الهاند ميد، المكرميات والحاجات دي كلها الهاند ميد. انا عندي صحابي حتى اللي في الكلية بيعملوا براندات لنفسهم، والسوشيال ميديا دلوقتي والدعاية اللي فيها والتسويق اللي فيها وي 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 بيخلي من ان انت سمول بيزنس قد كده ان انت بقى عندك بجد براند. والحمد لله شفت ناس كتير من صحابي نجحوا في ده، مع ان هم بيحبوا الكارير اللي هم فيه، بس برضو عاملين بيزنس صغير ليهم يطوروا في نفسهم ويجيبوا فلوس وي وي. وده هيجي لنا ان شاء الله الفيديو الفترة الجاية، ان انت اصلا ازاي تشتغل وينفع اصلا تشتغل مع الكلية ولا لا، او بجانب الكلية ولا لا. بس في اللحظه اللي انا بقول لك عليها دي، ان انت ما تفقدش الامل وتقول ان كده خلاص حياتي انتهت. انت حياتك لسه بتبتدي، بس في ايه انت ده اللي هتكتشفه، وده اللي مطالب منك الفتره دي. الفتره بتاعت الجامعه دي كلها اكتشاف. انت ممكن تكون فاكر انت بتحب حاجه، والله العظيم تلاقي نفسك ولا بتحبها ولا نيله. زي ما يقولوا كده، اتفرضت عليا، ما دام ابوه دكتور يبقى هو لازم يطلع دكتور، ما دام مامته مهندسه يبقى هو لازم يطلع مهندس، ما دام باباه محامي يبقى هو لازم يطلع محامي. احنا على فكره لسه الثقافه دي موجوده، احنا مش هنقول اللي هي اختفت، بس الحمد لله ان هي بدات تقل شويه. بما انك انت بقى هتبقى بتاخد الدراسه دي على اساس ان هي شهاده هركنها، هيبقى عندك وقت كافي جدا جدا تتابع الكورسات دي وتاخد الكورسات دي تنمي من نفسك. ومش هقعد اقول لك نماذج ناس وشخصيات مشهوره جدا جدا جدا، عشان انا مش مع التنسيق ولا مع اصلا الهبل اللي بيحصل ده. انت اكيد عارف قد ايه ناس عملت شيفت كارير، قد ايه ناس مهندسين عملوا شيفت كارير ومش شغالين في هندسه، قد ايه ناس من طب. انا مش بقول ان الطب وحش ولا هندسه وحش، انا بقول ان في ناس عملت شيفت كارير لقيت ان الموضوع ده مش مناسب بالنسبه لهم، لقوا ان هو المكان ده مش بتاعهم. زي ما انا ليا اصحاب، ويعني اعز الصحاب دكاتره ومبسوطين ومرتاحين وحابين الموضوع وما عندهمش مشكله. انت عندك وقت كافي جدا انت تطور من نفسك وتاخد كورسات وتشوف الحاجات اللي فعلا مريحاك وعايز تاخد فيها شطة. اخر حاجه ودي بقى اهم حاجه تقريبا في كل ده، وده اللي عامل لك اصلا هس، هل انا بقى هعرف اشتغل من غير شهاده؟ معلش انا اسفه، هو مين دلوقتي بقى شغال بشهادته؟ حتى الشخص اللي هو انا يعني عارفه الكلام ده ممكن يبقى محبط للناس، بس هو احنا فعلا ده للاسف اللي موجود، ان احنا مفيش حد شغال بشهادته. احنا جرافيك مثلا عندنا مش عايزه اقول نسب، بس يعني اكتر من النص شغال وهو اصلا لا درس جرافيك ولا دخل كليتنا ولا واشطر من ناس كتير عندنا في الكليه. وده واقع عمرنا ما هنقدر، مش دارسين زينا، او مش دارسين مناهج زينا ولا دارسين فن فعلا زينا، بس كبقى نتيجه
لا هم بيعرفوا يعملوا شغل حلو جدا واكتر من ناس في جرافيك. ده كلام هيزعل الناس بس ده الحقيقة، عشان هم طوروا نفسهم، عشان هم ما وقفوش عند عند الكليه ما ادتهمش حاجه وما دخلوش الكليه اصلا، هم خدوا كارير لنفسهم. فبجد الموضوع يستحق، لان في ناس كتير يعني فكره ان انت تقدم سي في والحاجات دي كلها ماشي تمام، بس هو دلوقتي ما بقاش بيتاخد بالسي في ده، بقى بيتاخد بحاجه اسمها بورتفوليو. البورتفوليو ده اعمالك. انا لو بتكلم على جرافيك بس، ده بقى في كله، في ديكور، في كل حاجه، في اي حاجه بقى، في اي مهنه ايا كانت ايه، في برمجه، في اي حاجه انت عايز تدخلها ومعرفتش تدخلها من الكليه. بس انا بدي نموذج يعني، او عشان دي حاجه يعني دي حاجه انا اللي افهم فيها، فلا الموضوع يستحق. انا بقول لك اهو من مجالنا اهو، في ناس كتير في تجاره وحقوق وفي كليات كتير جدا دخلوا المجال بتاع جرافيك وبيشتغلوا معانا وبيشتغلوا في نفس المكاتب ونفس الشركات، لان هم مستواهم حلو جدا. مش بالشهاده، يعني الشهاده يعني ستيب، لو ستيب مش موجوده ممكن تضاعف مجهودك عشان تعرف تبقى كأنك من غير شهاده. فاهتم قوي 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 الفتره دي او الفتره اللي جايه بالنقطتين الاولانيين اللي انا قلتهم لك، ان انت تبقى عندك وعي وان انت تحاول تدي نفسك فرصه تحب الكليه اللي انت فيها. ما عرفتش تعمل ده، في مجال كبير قوي واسع قدامك انك انت تتدرب وتاخد كورسات وتشتغل في وقت احنا مش عارفين نعمل ده. يعني انت هتعرف تطور نفسك اكتر حتى من الناس اللي دخلت الكليه اللي بيحبوها. وده على فكره بتكلم بجد والله، في ناس بيعرفوا يطوروا نفسهم وهم في الكليه، بس في ناس كتير قوي ما بيعرفوش. حاول تشوف الميزه اللي عندك عشان تعرف تستغلها وما تبقاش مكتئب. اتمنى الفيديو ده يكون فاتكم وهون عليكم شويه، انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. فشوف انت عايز ايه بقى، لو انت الفيديو ما عجبكش اسحب اللايك، ما عنديش مشكله احنا اتفقنا من اول الفيديو. ولو اي حد بيتفرج على الفيديو ده وحد من صحابه داخل الكليه عارف ان هو ما بيحبهاش، يا ريت يبعتهوله ويهون عليه شويه، شاركوا مع بعض الحاجات دي. انا يعني انا لو حد بعت لي فيديو بيشاركني فيه حاجه شافني فيها انا ببقى مبسوطه قوي بصراحه. فاعتقد انت هتبقوا وسيله ان انتوا تفرحوا. لو عندكم اي اسئله اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات تحت، واي حاجه تحتاجوها ابعتوا لي على انستجرام على الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن بوكس. لو في اي موضوع عامه عايزين اتكلم فيه برضو اكتبوا لي في الكومنتات، عشان بحب اخد بالحاجات دي واعمل لكم فيديوهات على قد ما اقدر اعرف افيدكم بيها. مبسوطه ان انا كنت معاكم في الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي يوم الاربع الجاي ان شاء الله.